اهلا بكم البنات، اهلا ومرحبا. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه وبعافيه، ان شاء الله تكونوا في احسن حالاتكم يا رب. فيديو جديد وروتين جديده مع ام يامور. يا سيدي بسيدي باش نبدا ديريكت في الموضوع، وتعرفوني لا عندي لا لف لا دوران، ما نحبش نطول برشا في الهدره. جيتكم اليوم متحزمه وماخذه في خاطري، مش منكم انتم، من متتبعه ان شاء الله ربي يهداها، خلت لي كومنتير حسيل وعجيب غريب ما فهمت منه لا راس لا ساس. شقت لي في الكومنتير اللي غاضني ساعه قبل كل شيء اللي انا عملت هكا فسخت الكومنتير. نورمالمون ما نفسخوش، ما نعرفش علاش حسيلو جاتني كالشوك هكا، ما فهمت حتى شيء حسيلو ما فهمت حتى شيء، مش مستانسه بالكومنتير معناتها، ومش مستانسه معناتها نعرض حياتي كيف هكا على اليوتيوب، فما زلت خيتكم مش فاهمه من بوعي من كوعي كيف يقولوا فيها. ميسالش حسيلو كي بعد ما عملت فسخت الكومنتير قلت لكم اندمت، قلت علاش معناتها فسخت الكومنتير، كنت نجم نخليه هكا عباره واحد ما حبش يواجه ولا هارب من حاجه ولا خايف من حاجه. لا الحمد لله احنا خلقنا نعيش ونموت وما نخافوا من حتى شيء وما ثم حتى شيء يعيبنا ولا نستعاروا به. صلب الموضوع الكومنتير قالت لي نهار كامل وملي حليت القناه وانتي تخرج لي ما نعرفش منين. لا اله الا محمد رسول الله. ام يامور في تركيا، ام يامور في تركيا، نهار كامل انت مدخلت لنا عناوين تركيا تركيا تركيا، ما شمينا من تركيا حتى شيء، نشمو كان في ريحه الفقر. لا اله الا الله، نقول لك محمد رسول الله يا خايتي شبيهم العباد معناتها الفقراء، زعما اي انسان معناتها فقير سي معناتها نعملوه نمحوه من الخريطه والا نقصيوه من المجتمع، معناتها ماهوش كائن حي ذاك، ما عندوش قلب، ما عندوش جواجي، ما عندوش رواري قلبه ما يدقش ما يحسش يموت معناتها نقول لك لا يا اختي، راهو حتى الفقراء عندهم قلوب يحسوا وعندهم مشاعر وكل شيء. خلي انا الحمد لله والشكر لله، ويا ربي ادمها نعمه واحفظها من الزوال، كيف الناس خير من الناس واقل من الناس، ناكل ونشرب ونرقد في فرش نظيف، هذيك هي نعمه من عند ربي. تعرفش معناتها نعمه من عند ربي؟ نعمه من عند ربي. بالنسبه لتركيا، تركيا راني كعرست خاطر ثم برشا معتقدات معناتها عندنا احنا في تونس، اللي انسان كي ولا امراه معناتها بصفه عامه ولا حتى راجل زايده كي يلزموا يعرس باجنبيه يلزمها تكون ولا يكون هكا المصباح السحري معناتها باش هكا يمسح هكا المصباح السحري وتتحقق احلامه. معناتها انا عباره عرست براجلي باش نقول له سين سلا بيم ولا كيفاش وهو يبدا يحقق لي في امانيه، يبدا يشري لي في البورش، يبدا يشري لي في الفراري، يبدا يبني لي في القصوره، يبدا يلبس فيا في الديامون. لا يا اختي انا تفكيري ابسط من هكا برشا. انا راجل تعرفت بيه في ظروف هكا محلاها، حبينا بعضنا، قعدنا مخطوبين باش نزيدك زياده 5 سنين واحنا مخطوبين، استناو في الظروف باش تحسن باش نجموا نعرسوا حبينا بعضنا، حسينا النفوس محلاها معناتها راكبه على بعضها، ثم برشا نقاط مشتركه فيما بيناتنا، فكان طموحنا ان نعرسوا نجيبوا صغيرات ونكبروهم ونصبروا على بعضنا على الحلوه والمره، كيف يقول فيها على المره قبل الحلوه، كما يقول لك الشيخ والا العدول والا اللي هو كي يجي باش تجي تكتب صداق يقول لك معناتها انت وراجلك على المر قبل الحلو، على المر قبل الحلو. فهذاك هو احنا شنو كان تفكيرنا. سامحني اذا كان تفكيري بسيط والا كان تفكيري مش هو، كنت نجم لازم نخمم اكثر من هكا شويه، اما لا غالب انا بحكم الوضعيه وكل ما شيء ذاك هو كان تخمامي. خليه الحمد لله والشكر لله، كيف ما قلت لك مادامنا ناكلوا في لقمه نظيفه ومادامنا نرقدوا في فرش نظيف، معناتها هذاك هو يا ناعما كيف يقولوا فيها، هذاك هو العز كيف نقولوا فيها عندي انا. وراجلي كي خديته راهو انسان بسيط، كنت عارفه ظروفه، نعرفوا اللي هو ماهوش انسان معناتها لابس عليه، ومش انسان فقير زاده، انسان عايش كيفنا كيف وكيف اي مواطن تونسي ينجم يحل دار يقيم بعائله. فتوكلنا على ربي وعرسنا وجبنا الصغار الحمد لله ياكلوا محضر ويلبسوا مسطر معناتها وراضين. وانا معلمتهم معناتها مربيتهم اول حاجه هي القناعه كنز لا يفنى، والرضا مفتاح لكل شيء كيف يقولوا فيها. واذا كان عندهم حاجه يحبوا يعملوها في حياتهم عليهم بالعمل ثم العمل ثم العمل،
ويلزمهم يحلموا ويحققوا أحلامهم، يطمحوا ويحققوا طموحاتهم. وقف كيف زاد فسرت لهم لي أنا زاد مشني المصباح السحري باش نحقق لهم كل أحلامهم، ولكن نحاول بجهدي باللي يقدره لي ربي واللي يعطيه لي ربي باش نوفر لهم. خاطر أنا كيف أي أم معناتها حتى دمها كان يستخصوه الصغار ولا قطعة من بدنها أكيد ماهيش باش تبخل على صغارها ولا باش تقول لا، ولكن كيف زاد يلزم يكونوا مقتنعين وراضيين بالحياة اللي موجودة. احنا نحاولوا وراو ما ثماش واحد ماهوش ماذا بيه معناتها باش يعيش في رفاهية تامة وباش يعيش كونفور وباش يعيش يحقق أحلامه وباش يعيش في قصر، وماذا بينا نعيشوا في قصورة وماذا بينا نشروا فيراري وماذا بينا نشروا الحاجة العزيزة والغالية وماذا بينا نلبسوا الديامون وماذا بينا، ولكن لازم أهم حاجة تكون بالحلال وتكون بمجهودك الخاص. وإذا كان وصلنا مجهودنا إن شاء الله وإلا معناتها ربي يسر لنا أمورنا وكان كتب لنا باش نعيشوا في يوم من الأيام فك النيفو هذاك، فما نقولوش لا راهو فهمتي. أما يلزم الانسان ديما يكون راضي، ديما يكون راضي وقابل باللي عطاهوله ربي. خاطر كي تبدا ما عندكش القناعه راهو مهما باش يعطيك ربي ومهما باش توصل معناتها باش تقعد ديما 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 تحس بروحك ناقص، وديما تحب توصل للاكثر من اللي انت فيه وتعيش تعب وتعيش تخمم وتعيش ماكش فرحان. ولكن القناعه تخليك ديما عايش السعاده عايش السعاده، خاطر ابسط حاجه تفرحك، اقل حاجه ترجع لك روحك. فهمتوا؟ حتى الضحكه تبدا خارجه مش فهمتوا، مش لكم انتم الكلام، انتم عسولاتي، اما لها هي معناتها الكلام موجه هذا على خاطر كي تبدا تتعب هكا الحاجه وتبدا تطمح باش تحققها وتبدا انت ديجا عامل فيها مجهود، بعد كي تجيك الحاجه ذيك ما تصوروش الفرحه كيفاش تكون، معناتها تكون طعم ثاني كيف نقولوا فيها. فاحنا نتعبوا وندعو زاد الدعاء زاد يحقق الامنيات ويغير زاد حتى الاقدار معناتها يغير الدعاء، واللي يعطيهونا ربي ديما احنا راضين بيه والحمد لله والشكر لله. مانيش مستخصين، راجلي انسان خدام يخدم ويجيب لنا واللي نطلبوه نلقوه في حدود في حدود وعمره ما بغضنا وعمره ما معناتها استخسر فينا الحاجة، وعايشين السعادة والحمد لله والشكر لله. فهمتوا؟ فربي يهديك، نقول لك اختي ربي يهديك وربي يصلح حالك، وربي ان شاء الله يجي نهار وتغيري تفكيرك شويه، خاطر التفكير كيف هكا ماهوش حلو معناتها ماهوش حلو، سيرتو كي يبدا من مراه كيفك. ما نتصدم انا بصراحه نتصدم، مازلت تهولي باش نصدم اكثر في اليوتيوب ما ميساج عايش نبدا نعمل مناعه بشويه باش نبدا نحضر روحي نلبس الدرع نتاعي وناخذ الاسلحه نتاعي باش ما عادش ياثر فيا حتى شيء. والله راهو ما حبيتش نعملوا موضوع البنات والا حاجه، اما غضتني حاجه واحده كيفاش انا فسخت الكومنتير، خاطر قريته مره ما عاودش حتى قريته مره ثانيه وفسخته ديريكت، حسيته حاجه سلبيه معناتها، حسيته باش يملي سيء معناتها عباره نهاري باش يفسد ولا كيفاش، فحبيت نمحيه حبيت نحيه. لكن بعد كي ترويت شويه وقعدت نخمم بعد ما فسخته قلت ما كرنيش معناتها عباره كيف ما قلت لكم واحد هارب من المواجهه ولا ما نعرفش انا عباره استعريت ولا حاجه. فهاني جاوبتك مش بكومنتير، جاوبتك علنا معناتها كومنتير كان ينجم يقرا عبد وعبد ما يقراهوش، انا هاني جاوبتك معناتها اون بلانير قدام العباد الكل. نعاود نقول لك ربي يهديك، مانيش متغشة راني والا حاجه، لكن مصدومه والا مستغربه في نوع معناتها من التعليق هذيا وكهو. الحمد لله والشكر لله. حسيلو نرجع لكم تسكروه القوس هذا، نرجع لكم للفيديو. سيدي بسيدي قمت فيش نشاط وحيويه، هزيتك الزرابي الكل خرجتهم، وساعه قبل هذاك الفيديو اول فيديو وقت اللي شفتوني جبت القضيه ذاكم قبلها بليله، وهذايا في النهار معناتها باش يهبط لكم الفيديو نهار الجمعه، هذايا نهار الخميس. قمت حسيت سيقت الدار، هزيتك الزرابي وكل شيء، سيقت الدار نظفتها وحكيت عملت لها حكى باهي. الماء الدار مسلوبه البنات، شفت عقد ما صبيت تصب ماء معناتها كل شيء، بعد الماء الكل تلقاه هبط لاخر الدار. فهمتوا كيفاش؟ معناتها ما تخلطش حتى بالمصلحه باش تدز هيك الماء، ما تخلطش عليه كهو. عملت لها حكيكه باهي بالكدا نظفتها، وبعد رجعت فرشت هيك الزرابه نتاعي وكل شيء،
وطيبنا الفطور الساعة قبل هذا الكل فطرنا، كان شفتوا عملنا همبرجر أنا ويامور، كيك معناتها مش همبرجر عادي شوي عادي شوي بالمكونات اللي عندنا. فيها سكالوب بانيه، عملنا فيها مايونيز. يا مرة ما تحبش في وسطه معناتها طماطم وكل الخس وكل ما شيء. قالت لي نحب نعمل كعبتي وحدي، خليتها حسيلو عملت اللي تحب عليه، عملت جوز سكالوب وشنو اخر وبطاطا لانوشة. كليت شوية طماطم، معناتها ما تحبش الطماطم في وسط الخبز، فهمت كيفاش تعدي معناتها بالفرشيطة وتاكل بجنب الساندويش نتاعها، تاكل شوية طماطم وخس. وبالنسبة لي أنا عملت ساندويتش معناتها فيه كل شيء، فيه خس وطماطم وسكالوب بانيه، وعملت شوية مايونيز. هكا بعد ما فطرنا وكالحوسة، أنا ديما كي نحب نسيق وكل ما شيء نسيق بعد نص نهار البنات، بعد فطور الصباح فطور نص نهار، بعد كالحوسة هذيك الكل نلم الكوجينة، نغسل الماعون، ننظم الدنيا الكل، نحط كل شيء في بلاصتو، وبعد نبدا باش نسيق وباش ننظم. علاش؟ على خاطر نحب معناتها بعد القيلولة مشكلتي قيلولة، أنا راني ما نرقدش في القايلة، غاية تقولوا ترقد ولا حاجة، أما بعد كي نقعدوا هكا نلعب ونهرج وكل ما شيء تبدا الدنيا نظيفة. وحتى نتكا أي نرتاح، راهو نرتاح شوية، مش ما نرقدش اما نرتاح شويه، نتكى شويه هكا تبدا الدنيا نظيفه، ما نبداش خايفه معناتها بعد كي باش نقوم باش ترسلي في حوسه كل ما شيء. نخلي كان الدوش نتاع الصغار نخليه اخر حاجه، نخليه ساعات والله ندوش لهم باش ما نكذبش معناتها في القايله، اما مكثريه الوقت نخليهم ساعه يقيلوا كل ما شيء، وبعد في العشيه ندوش لهم باش هكا كي يخرجوا باش نعملوا دوره والا يخرجوا للبارك ولا حاجه، يخرجوا على نظافه، يبداو هكا نشطين ومكبوسين كيف نقولوا فيها. انا صغاري عكس الصغار، يقول لك ثم صغار يقول لك يدوشوا يجيهم النوم يرقدوا، انا لا، صغاري كي يدوشوا يهيجوا والله يهيجوا والله. فهاكا ندوش لهم ونخرجهم ديريكت يمشيوا يلعبوا شوي هكا. هاو حسيلو قعدت جبت كيف قلت لكم الدار، وبعد والله نسيت شنو عملت. وبعد خرجتهم كيف قلت لكم للبارك ورجعت للدار. حسيلو عملت دبارة، عملت عشاء اليوم، قلت في الليل يزيني ماكل فاست فود الايامات هذوما طيبوا لي قلبي نهار كامل، واحنا اكلات سريعه، هاو ساندويتش، هاو سكالوب بانيه، هاو شويه سلطه وسكالوب وروز ابيض، هاو منعرفش شنو. حسيلو قلت اليوم خليني نعمل طنجره مرميته كيف ما نحب انا ونشتي نحي شهوتي. توحشت الماكله البنات، توحشت الماكله والطنجره، ما نحب ناكل حاجه نحس بروحي كليت وشبعت وتقنعت. قلت لها يا مر، قلت لها نعملوا دويده، قالت لي المره الاولى لا وما نعرفش شنو، فقعدت بشوي نقنع فيها. وبعد جاتكم يا البنات سيف الدويده عملتها بالفخوذه الدجاج، اقسم بالله يا ابن دويدك في حياتي شكر العروسه، انا نشكر في روحي والله يا ابن دويدة ذقتها في حياتي، جات بنينه 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 بفاصون انورمال، حتى انا تفننت فيها، عطيتها وقتها معناتها وسعت بالي معاها، فهمتوا كيفاش؟ وسعت بالي معاها بالكدا. قلت عندي برشا ما عملتش طنجره وما طيبتش، والله طيبت المره اللي فاتت لوبيا، مش ما نكذبش، عندي نهارين ولا حاجه ما كلاو منها حتى شيء. حاسيلو قعدت في الفريجيدير نهارين تسمع فينا، لين بعد يا ربي تسامحني وتغفر لي، لين بعد طيشت. فالدويده والله قلت لكم جات بنينه بفاصون انورمال، بالرغم يا مر قالت لي لا وما نحبش يا ماما وما نعرفش شنو، كان نقول لكم ما قعدت فيها حتى كعبه يا مر ما شاء الله نحبش ناخذها بعيد، كليت حاسيلو لين شبعت، لين هزت شبع اكثر من لازم. جات بنينه فاوحه على الاخر كهو. على قد ما نبدا، على قد قلت لكم البنات، على قد ما نبدا نحب نهرب بهم من الزيت. البنات نتاعي يعشقوا حاجه اسمها تشتيش مقلي، اي حاجه تتقلي في الزيت هم يحبوها، سكالوب يحبوها، مقليات، بطاطا، معناتها ماذا بهم نعيشوا حياتنا كامله واحنا نبقوا في الزيت، حياتنا كامله واحنا قلت لكم حياتنا كامله واحنا مقلي، معناتها ما يحبوش هديه طنجره كيف قلت لكم، جمله. اما دويده طلعت ناجحه وبامتياز نعطي الروحي 10/10 فيها هكا. كيف ما تشوفوا فيا هنا حسيلو باش نقول لكم كيفاش عملتها. انا قليت البصل وقليت الدجاج وقليت الطماطم، خليتهم يتقلوا شويه، وبعد الطماطم اللي عندنا هنا البنات عسل تهبل ما هي فيهاش قروسيه جمله، بالرغم انا ديما نقلي معناتها الماكله نتاعي نصها تقليه، معناتها نحب التقليه بالكدا. اما ملي استعملت الطماطم هذه النوع هذا بالذات هنا ما فيهاش، ما عادش نقلي برشا، ما فيهاش ريحه القروسيه ما ثماش جمله. اما مع هذاك قليتها شوي،
وبعد فوحت عنديش تابلو كرويه ما لقيتش لهنا، عندي تابل كهو وشويه فلفل اكحل وشويه كركم وشويه كهو وثوم بعد خلطته خلوط وشويه ثوم، وعملت سسمو هذاك البنات المربع الصغير والله ديما ننساه بكري برك نقول اليامور نقولها مش نحط تابع ماجي ولا حاجه كيف هكا والله نسيت والله. حاسيلو هذاك كنكهة الدجاج، زدت حبيت هكا النكهة متاع الدجاج زدت تولي ظاهرة أكثر في الماكلة هكا. ومرقت وخليتها تغلى شوية، هنا وين باش نفوح خليتها تغلى شوية، وبعد حطيت فيها الحمص وحطيت الواحد متاعي الخضرة بطاطس فناريا، وما لقيتش قراع احمر حبيت نعمل قراع الاحمر ما لقيتش وليت حطيت اسمه قراع بوت الزينة نقولوا له احنا قراع اخضر. وبعد بدلتها البنات حطيتها في الطنجرة هذه، وبعد ما ظهر ليش حسيت الطنجرة هذه ما هزت ليش برشا، حسيتها فيسعة معناتها تغمت بالماء وحتى الكسكس ما يركبش عليها. وليت بدلتها في المقفول، وحطيت شو اسمها متاعي الدويدة هذيك، عملت لها شوية زيت وملح حشاكم وخلطتها مليح في بعضها، وبعد حطيتها فوق المقفول والصوص قاعد يطيب، وغطيتها بمنديلة وزدت حطيت الخضار وخليتها كيف هكاك تتفور على الصوص هذاك. وكل مرة نهز شوية بالمغرف صوص، نحي ساعة الكسكاس نحي شوية صوص ونسقي بيه هكا الدويدة هذا. بعد ما فورتها تفويره الاولى وحدها هكاك من غير صوص، بعد بديت نمرق بشوي حطيت شويه عود غادي نسيت والثوم بيان سور، وبعد بديت قلت لكم بشوي ونسقي فك الدويده هذيك، سقيتها يمكن 3 مرات ورجعها تفور، وبعد نعاود تخرجها نزيد نعاود نسقيها، وبعد رجعها تفور، وبعد التسقيه الاخرانيه هكا هاو. وبعد كتابة حسيلو طفيت عليها هاو كمل سقيتها بك الصوص هذاك اللي يحضر، وقليت لها قرينات فلفل، ويا ناعمة جيت دويدة حسيلو تدوخ تدوخ بالبنة، بن على بن غير عادية. توحشنا والله توحشنا الماكلة كيف هكا. أنا نحب راني ساعات مش ديما مكثرانية نحب الماكلة الخفيفة كل ما شيء، أما ساعات بصراحة تحس بروحك توحشت هيك الطنجرة وكل الماكلة متاعنا ذيك معناتها ماكلتنا تحس بروحك توحشت ماكلة هكا، تحس بروحك ما عادش تسمى حتى شيء نجم يهجيك كان طنجرة هكا كيف ما نعرف سيكسي ولا دويدة كيف هكا ولا المرق. الحق أنا وياهم مش صحاب برشا، ما نحب حاجة بالمغرفة هكا نتوحش معناتها نحب ناكل حاجة دياري كيف نقولوا فيها هكا. هاو البنات يا ناعما الحمد لله والشكر لله. حاسيلو طابت سلة خليتها شوية بشوية تطيب، يمكن هذاك هو اللي بننها بشوية قاعدة تطيب، وجيت ما شاء الله وينو غادي حاسيلو عملت قاعدة نسقي فيها كيف قلت لكم كل مرة نمرق بشوية وبدلتها فك المقفول العجيب الغريب البنات ما تعلقوش عليه، مقفولي هذاك عيني هذاك ساقي هذاك يدي هذاك الحب الأبدي الذي لا يموت، هذاك تعرفوا شنو يحقق لي في جميع رغباتي وأحلامي، من غيره هو ناقف أنا ان شاء الله كيف ما قلت لكم معناتها مدبرته تدبير هذاك حتى ربي ان شاء الله يسهل. على قريب البنات مروحه لتونس ايامات معدوده ونروح ان شاء الله. تو نجيب مقفول معتبر مقفول مزيان محترم، وهذاك يقعد في المتحف مانيش باش نستغنى عليه هذاك خاطر هو عنده جميل عندي ما نجمش نكون نكره للجميل باش نخليه عندي في المتحف هكا. هاو البنات طاب هنا حضر اسمها هي الدويدة حضرت حاسيلو بسم الله ما شاء الله. وديتكم مشاهيتكم ان شاء الله قسمكم في الجنه. الفيديو قريب يوصل البنات، كانوا وصلتوا معايا لهنا ما تنساوش كومنتير وتفعلوا هكا الجرس باش يوصلكم كل جديد، نكون ممنونه وشاكره ليكم. ربي يحفظكم وربي يعطيكم ما تتمناو وربي يحقق كل امانيكم وربي يعطي كل انسان على قد قلبه على نيته الصافيه. نحبكم برشا بوسه بنينه ونتلقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. الى اللقاء البنات.